السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع جديد من برنامجنا من هنا نبدأ. يمكن تحدثنا في الحلقات السابقة في موضوع التعلم، وآخر لقاء لنا كان في موضوع ثمار هذا التعلم، ثماره طيبة. اليوم حنتحدث في موضوع قد يكون يشكل يعني من الأشياء اللي تعتبر هي هاجس ويعتبر هي معضلة وتحدي لجميع أولياء الأمور، يعني فهو موضوع اللي هي موضوع اختيار التخصص. يعني نجد أنه يعني الآن الطلاب في المراحل الجامعية تجد أنه يتخبط من كلية لكلية، وأحيانا تمضي سنوات وهو ينتقل من مجال لمجال وما يدري أي مجال أنسب له. لماذا هذه الحيرة؟ ولماذا هذا هو المسألة اللي هي فيها يعني يمكن مضي على الوقت وخسائر مادية، وأحيانا بتكون عندها نتائج اللي هي آثار يعني سلبية على الجانب النفسي بالنسبة للأسرة وللابن نفسه. ونجد أنه في دراسة حاليا أكثر من 65% من الطلاب يغيرون مجالاتهم على الأقل مرة واحدة، يعني في نسبة كبيرة جدا. وسبحان الله يعني أحيانا ممكن يؤدي ليس فقط لتغيير التخصص، بل ممكن يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن الطالب يترك المجال حتى يترك الجامعة. فتجد أن كثير من الطلاب يقول لك أنا كنت عايزة أدرس القانون أو كلية الاقتصاد أو الإدارة، لكن لأنه الوالدين أبي وأمي كان هم رغبتهم أبي أن أدرس الطب أو الهندسة، ودخلت وما تفوقت، ويعني يمكن رسب في الدراسة وخرج من الجامعة بعد مرور عامين. وكثير من القصص، يعني أنا أعرف قصة حقيقية، يعني يمكن ربما نكون ذكرناها في حلقات سابقة، اللي هي القصة الطالب اللي كان أو يعني الوالد هو أستاذ جامعي، ويعني فرض على ابنه أنه لازم يدرس كلية الطب وطب الأسنان. الطالب دخل في هذه الكلية بدون رغبة منه، وبيدافع فقط من الأسرة، وأنفق عليه ما يقارب حوالي في ذاك الوقت يمكن 100,000 ريال، يعني 100,000 ريال سعودي. فتخيلوا يعني هذا المبلغ وبعد عامين والطالب يترك الدراسة. يعني هل يعني احنا ممكن نتصور كيف الحالة الإحباط واللي يكون حصلت للأسرة، خسائر مادية، يعني فشل دراسي، عدم تكملة الدراسة نفسها، والكثير من النتائج السلبية الغير مرئية أحيانا بالنسبة للطرفين، يعني إذا كان للابن أو للوالدين يعني. فهذا الموضوع يعتبر موضوع تحدي كبير. طيب كيف نحن نساعد أبنائنا؟ ما هي معايير اختيار التخصص؟ وأولا تبدأ لابد أن أعرف أنا من وقت مبكر، خاصة في المراحل الابتدائية والمراحل المتوسطة، أعرف مستوى ابني، ما هي المواد اللي ابني يجيدها، مثلا ما هي المادة اللي الطالب اللي عنده فيها إمكانيات أعلى، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا نختلف في مقدراتنا، في إمكانياتنا، في قدراتنا العقلية. فأنا ما معنى أنه أنا إذا عندي ميول للأرقام معناها أنا أفضل من اللي عندها الذكاء في مجال الحفظ أو مجال العلوم الاجتماعية. هنالك نحن كتربويين لا نقيس هذا الشيء بالأفضلية، بل هذا التنوع وهذا الاختلاف سبحان الله للمزيد من الإبداع، للمزيد من الإبداع، وأنه يكون هنالك تنوع في المجتمع، يكون لنا المهندس، المحامي، المحاسب، الإداري، في مجال العلوم الإنسانية الاجتماعية وغيرها، في كل المجالات. فتكون النقطة الأولى أول لابد أن أعرف أنا كأم يعني ما هي يعني أكثر المواد تكون محببة بالنسبة لابني، وأستطيع أن أعرف من وقت مبكر. النقطة الثانية اللي هي دائما أنا أكون يعني أسأل ابني ما هي أكثر مادة تحبها، ومن خلال النتيجة اللي دائما تكون في نهاية العام الدراسي أستطيع أن أعرف بالضبط يعني ما هو مستوى ابني في هذا المجال. النقطة الأخرى اللي هي إحنا دورنا كأولياء أمور
زي ما يقولوا نحن موجهين ميسرين يعني. فالآن معظم الأدوار حتى المعلم الآن أصبح على مستوى في التعليم، في مجال التعليم أصبح ميسر، فاسيليتيتر. فنحن نكون دورنا كمربين كأولياء الأمور موجهين مرشدين، يعني نساعد أبنائنا في أنه يكون لهم معلومات عن مجال معين. ما هي المجالات؟ في كل مجال، حتى في الهندسات تجد أنه في تخصصات كثيرة جدا. في العلوم تحت دائرة العلوم في كثير من التخصصات، في العلوم الاجتماعية، العلوم الإنسانية، في مجال الإدارة والاقتصاد. فأبدأ أنا كأم مرشدة موجهة، يعني أعطي لابني معلومات، يا ابني هذا المجال كذا كذا، ومن خلال الاطلاع. والآن ما شاء الله يعني في الإنترنت كل شيء متوفر. يعني الآن ما زمن نحن نقول ما عند، يعني الواحد ما عاد إنه يكون في أي عذر. كل شيء متوفر، إذا كان من خلال اليوتيوب، من الجوجل، الإنترنت، كل شيء موجود. فيبقى إن توفير المعلومات، توجيه والإرشاد، معرفة مقدرات ابني. أبدأ أنا المرحلة اللي كل ما تطور، كل ما ارتقى في السلم التعليمي، كل ما زادت المعلومات أكثر، وتصل مرحلة اللي هي الاستشارة من خلال المتخصصين. يعني ممكن يكون أنا عندي إمكانية أتواصل مع زميلاتي، أتواصل مع أقربائي في كل مجال، ويبدأ ابني يسأل هذا المجال. وده اللي حصل في كثير. أنا أعرف نماذج لطالبات كنا ندرسهم في المرحلة الثانوية، وكنا نعطيهم مادة اسمها اللي هي مادة المهارات الحياتية. من ضمن المواضيع في مادة المهارات الحياتية كانت مادة vocation skills، اللي هي كيف اختار مهارات اختيار التخصص. فنستدعي متخصص من خارج المدرسة ويقدم ورشة في كل مجال. كانت تقريبا تعقد هذه الورش في المرحلة الثانوية. يأتي مثلا مهندس، طبيب، يعني محامي، إداري، فيعطي للطلاب كل يعني يمكن كل ما يتعلق بهذا التخصص. فبدأ الطالب واحدة من الأشياء اللي الاختيار اللي هي المعلومة. إذا غياب المعلومة يعني الإنسان ما يستطيع أن يعمل شيء. المعلومة هي الكل، المعلومة هي الأساس في كل شيء. فمن خلال تمليكهم المعلومات وتوسع مداركهم، يبدأ الطالب الآن عنده أفق واسع، يستطيع أن يعرف بالضبط أي مجال أنسب له مع مهاراته، ميولاته، يعني إمكانياته في المادة نفسها، حبه للمادة نفسها. أحيانا ممكن يكون الطالب هو ممتاز في العلوم، في مادة العلوم، لكن ما يجد نفسه في مادة العلوم. يعني تجد أنه يقول لك أنا في طالبة أنا أتذكر يمكن حصلت علامة يعني يمكن A ستار في مادة الأحياء في امتحان البيولوجي، الامتحان الIGC والA ليفل، لكن ما كان عندها الرغبة والاستعداد والميول أصلا لدراسة المجال العلمي، فاختارت مجال الإدارة والاقتصاد. فهذه الأشياء اللي يدخل فيها عامل الإمكانيات، بالإضافة لعامل اللي هو عامل التثقيف والتوجيه، ويستطيع الطالب أنه يختار المجال الذي يناسبه. جمع المعلومات مع توفير الجانب اللي هو الجانب العلمي والجانب المادي والمعنوي، والتدريب أبنائنا حقيقة ندربهم الابن حتى لا يحصل هذا التخبط. يعني التخبط اللي يحصل في داخل الجامعة ويكون نتيجة لأن احنا ما عدينا أبنائنا الإعداد الجيد، ما هيئناهم لاختيار التخصص بالشكل الصحيح. فيبدأ إنه الناتج أو في النهاية المتضرر الأول حتكون الأسرة والابن. فقد تحصل مشاكل في العائلة نفسها بسبب هذا التخبط اللي يحصل. ممكن تستحضرني يعني قصة. أنا أتذكر واحدة من الأخوة وهو في استشارة تواصل معي، يقول لي أنا عندي ابني في الصف السابع، وابني يحب مجال يعني الأجهزة، ويميل يعني يركب مثلا، يفتح الجهاز ويحاول، يعني عنده ميولات للمجال، ذكاءاته في الأشياء التركيب يعني.
فبعد ده قلت له خلاص يعني من الآن كيف أنت كوالد، يعني كون أن الوالد بدأ الآن يعني ممكن يركز مع ابنه، يستطيع أن يعرف يعني ابنه ما هو المجال اللي يميل، يعني مثلا يحب ابنه هذا المجال، فيبدأ من الآن كيف أنت تساعده. فبدأنا نناقش ونعطيه بعض النصائح والتوجيهات. وفي نفس الموقف يمكن قصة أخرى اللي هي يعني استشارة بشكل آخر، اللي هي في طالبة امتحنت مرحلة ثانوية، وكانت من زمان اللي هي أهلها وادعينا زي ما تقول هي في فريم، يعني داخل إطار معين، إنه أنت حتكوني طبيبة أو مهندسة، يعني أصبحت هي داخل هذه داخل هذا الإطار. وسبحان الله في امتحان المرحلة اللي هي الشهادة الثانوية وهي دخولها للجامعة ما حصلت الدرجة اللي تمكنها من دخول هذه الكلية، علما بأنه هي ما كانت رغبتها، يعني هي مجرد رغبة الآخرين فإنه هم اللي يدفعوا لهذا المجال. فسبحان الله فيها نتيجة للضعف الإيماني البنت انتحرت سبحان الله. ويعني كان واحدة من القصص المأساوية حقيقة، إلى أي درجة ممكن نحن أحيانا نخطئ في هذه المسائل ويكون عندها يعني يكون لها عواقب وخيمة جدا، يعني على يعني تصل مرحلة إنه الطالب ينتحر لأنه هو إذا لم يدخل كلية الطب أو الهندسة معناه هو إنسان فاشل أو هو يعني أقل مستوى من أقرانه، ويؤدي به لهذا السلوك. يعني طبعا هو ما مبرر إنه الإنسان ينتحر لمجرد ما حصل درجة، لكن قد يكون واحدة من الأشياء، وخاصة للأبناء اللي يكونوا هم يعانوا من بعض المشاكل النفسية، بعد الطلاب اللي هم يكون أنا لابد أن أكون واعية ومدركة التكوين النفسي بالنسبة لابني، كيف يعني وضع النفس ابني. يعني كثير من الحالات بتحصل للطالبات، وأنا أعرف نماذج كثيرة للطالبات كانوا متميزات لمجرد عدم حصولهم لدرجة نجاح أو ما اجتازوا مرحلة ما أصيبوا بالإحباط وأصيبوا بالاكتئاب. فأثرت يعني يمكن ما كملت مستوى المرحلة التعليمية. وبالتالي إحنا كأولياء الأمور ودورنا كموجهين لابد أن ندع هذه الأمور في حسابنا، يعني بمعنى أن إحنا بما أن تحدثنا عن التعلم وأهميته وقرصه صعب وثماره طيبة، حتى تعود هذه الثمار بالنفع وبالفائدة على مستوى على أسرنا على مستوى الخاص وعلى مجتمعاتنا بشكل عام. فلا بد ان احنا نكون مدركين هذه المسائل، من ضمنها اللي هي موضوع اختيار التخصص وكيف نكون داعمين لأبنائنا ونساعدهم وندفعهم انه يحضروا لقاءات ورش عمل، يتواصلوا مع خبراء في هذه المجالات، وبالتالي نحن نكون ساهمنا ويعني يكون لنا دور إيجابي في اختيار التخصص، لأنه نجاحهم هو نجاحنا. يعني في النهاية الفائدة تعود لمن؟ يعني إذا نجح ابني أنا حأكون مرتاحة، وأنا نجاح يكون بالنسبة يعود علي بالفائدة ويعود على المجتمع بشكل عام. يعني هذه هي معايير اختيار التخصص. نسأل الله أن يوفق أبنائنا جميعا. وصلنا لنهاية حلقتنا، ونلقاكم في لقاء آخر وموضوع جديد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.